مشاهدي الكرام أينما كنتم طيب الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمسهل بالعناوين. نيافة الأنبا كيرلس الأول يوجه كلمة بعيد القديس يوحنس. التنمية الزراعية في تسني على قدر توجد في وضع جيد. إصابة مواطن واحد بكورونا اليوم. بايدن يبحث مع نظيره الصيني سبل عدم تحول المنافسة بين بلديهما إلى نزاع. حكومة جديدة في لبنان من غير سياسيين بعد عام من الفراغ. إنجاز بناء خط الأنابيب الروسي الألماني المثير للجدل نورد ستريم 2. السلام عليكم ورحمة الله. وجه راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإرثية الخامسة نيافة الأنبا كيرلس الأول كلمة بمناسبة عيد القديس يوحنا، وأعرب عن تمنياته لتكون سنة رحمة وسلام ورخاء وحب، وقال إن التعاون والتعاضد من شيم الشعب الإرثري، وعلينا تذكر المحتاجين ومعاودة المرضى تعزية الحزانة والتكافل مع الأيتام والمحتاجين، والعمل بالحب والتعاون والعمل النبيل. وتمنى نيافته سنة جزية سعيدة للشعب الإريتري عامة في الداخل والمهجر، والمرضى في المستشفيات، والكادر الصحي الذي يبذل الجهود الحثيثة، وقوات الدفاع المرابطين للدفاع والتنمية، ونزلاء السجون. يوجد مشروع تسني على قدر الزراعي الذي يدار عبر مؤسسة المواشي والغلال في وضع جيد، مستفيدا من المياه الكافية التي يحصل عليها عن طريق قناة لتحويل السيول والأمطار. أوضح المدير التنفيذي للمشروع السيد داويد أبرهة بأنه تم توزيع هذا العام ل 1720 مزارعا من مناطق تسني وعلى قدر وستمو وأنجحاي و13 وزع لكل منهم ما بين نصف هكتار إلى هكتار واحد، وظل ينمو 1100 هكتار بالذرة والسمسم والذرة الشامية. وذكر السيد داويد بأن مشروع تسني على قدر الزراعي غني ويحصل على مياه كافية، يمكن المزارع المكيد حصاد 40 كنتالا من الهكتار الواحد، وإن هذا العام شهد زراعة الهكتار الواحد بمبلغ مالي قدره 150 نقفة، مما يؤثر إيجابا على حصاد المزارعين. وأشار السيد داويد إلى أن المشروع يضم أعضاء الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة ينشطون في المشروع متأطرين في جمعيات، وبفضل الجهود المبذولة ودعم المشروع ظلوا يحققون نتائج جيدة. من جهته قال خبير الزراعة المهندس أدحنوم سمري إن أنشطة التمهيد التي جرت قبل دخول الخريف المتمثلة في صيانة مجاري المياه وتقوية الأراضي تلعب دورا كبيرا في إنتاج المزارعين. من جانبهم أوضح المزارعون الذين ينمون المشروع منذ عام 1994 إن أصعب تحدي في المشروع هو مسألة النظافة، معبرين عن أمنياتهم الكبيرة لحصاد إنتاج وفير، متجاوزين التحديات بفضل الدعم المقدم لهم من المشروع والجهود الذاتية. وقال السيد داويد المدير التنفيذي لمشروع تسني على قدر إن المشروع يحتوي على أراضٍ زراعية كافية، داعيا سكان المنطقة للاستفادة المثلى من هذا المشروع. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل في الإقليم الأوسط إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 3 مواطنين كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6655، شفي منهم 6611 وتوفي 40 مريضا، فيما لا يزال 4 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 10 سبتمبر 2021. تبرع أعضاء شركة موسى علي للإنشاءات في 8 و9 سبتمبر ب133 كيسا من الدم لتنمية البنك الوطني للدم. وأوضح المتبرعون بأن الهدف من التبرع هو إنقاذ الحياة التي لا تعوض بدم يعوض، مناشدين المجتمع لرفع الفهم وزيادة الوعي للقيام بخطوات مماثلة.
وقال مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك نقل الدم الوطني سيد محاري عبرها إن التبرع بالدم صار ثقافة وخاصة في الشباب، داعيا للدفع بقوة لما يقوم به موظفو الحكومة للتبرع بالدم متعطرين في مجاميع. وتوضح مستندات نقل الدم الوطني بأن أعضاء شركة موسى علي للإنشاءات تبرعوا العام الماضي ب 153 كيسا من الدم. تسببت الأمطار المصحوبة بالعواصف يوم 7 من سبتمبر في جندع بأضرار في الأرواح والممتلكات، وألحقت العواصف المطرية جروح وردود في 3 أطفال إخوة تتراوح أعمارهم بين 8 و12 ويتلقون الرعاية الصحية في المستشفى، كما اقتلعت ألواح الزنك من 20 منزلا ودمرت أعمدة كهرباء. بعد الفاصل سيداتي وسادتي عودوا بالأخبار الخارجية. في مباحثات هي الأولى منذ 7 أشهر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى أول مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في محاولة لضمان عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى نزاع. وقال مسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية إنه خلال المكالمة الهاتفية أبلغ بايدن نظيره الصيني أن الولايات المتحدة تريد أن يظل الزخم تنافسيا وأن لا نجد أنفسنا في المستقبل في وضع ننحرف فيه إلى نزاع غير مقصود على حد تعبيره. ومرت العلاقات بين واشنطن وبكين بوقت عصيب في عهد ترامب الذي أشعل فتيل حرب تجارية بين القوتين العظميين في العالم. وعلى الرغم من دفاعها عن التعددية ودعوتها لإنهاء السياسة، أبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الجمهورية السابقة على البضائع الصينية، واعتمدت سياسة صارمة بشأن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين. أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين. وتلا أمين عام مجلس الوزراء محمد مكية مرسوم تشكيل الحكومة التي تألفت من 24 شخصية غير سياسية، لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية. وأوردت الرئاسة على حسابها على موقع تويتر أن الرئيس ميشيل عون وميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتنتظر مهمة صعبة حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول سحرية تضع حدا لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشترط المجتمع الدولي مقابل دعمها ماليا تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة. أعلنت روسيا استكمال بناء خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا، ويعتبر منتقدوه أنه سيزيد من اعتماد الدول الأوروبية في مجال الطاقة على روسيا، فيما أكدت أوكرانيا أنها ستحارب المشروع حتى النهاية. ودعا الكرملين إلى تشغيل خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن جميعنا لدينا مصلحة في ذلك. في المقابل صرح المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكوفوروف لوكالة فرانس بريس أن أوكرانيا ستحارب نورد ستريم 2 رغم استكمال بنائه. ويحمل إعلان انتهاء الأشغال طعم الانتصار بالنسبة لروسيا، في حين أن التوترات الدبلوماسية التي خلفها المشروع البالغ تكلفته 10 مليارات يورو كانت قوية جدا في فترة معينة، إلى درجة أن البعض اعتقد أن خط الأنبوب لن يرى النور مجددا. ويفترض أن يضاعف خط الأنابيب الممتدة تحت مياه بحر البلطيق عمليات تسليم الغاز الروسي لألمانيا المروج الرئيسي للمشروع. ازدادت العاصفة أولاف قوة وتحولت إلى إعصار من الفئة
اثنين وضربت الساحل قرب خوسيه ديل كابو في ولاية باخا بكاليفورنيا سور في شمال غربي المكسيك، على ما أفاد المركز الوطني المكسيكي للأعاصير. ويتجه الإعصار نحو الشمال الغربي بسرعة 19 كيلومترا في الساعة، مصحوبا برياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة، ما يجعله إعصارا من الفئة الثانية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية من جهتها إن غطاء الغيوم يتسبب بهطول أمطار غزيرة ظرفية تراوح بين 150 و 250 كيلومترا في باخا كاليفورنيا سور. وقال الدفاع المدني في هذه الولاية أن الملاحة توقفت في المرافق في منطقتي كابو سان لوكاس وسان خوسيه ديل كابو السياحيتين. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. نيافة الأنبا قيرلس الأول يوجه كلمة بعيد القديس يوحنا. التنمية الزراعية في تسنية على قدر توجد في وضع جيد. إصابة مواطن واحد بكورونا اليوم. بايدن يبحث مع نظيره الصيني سبل عدم تحول المنافسة بين بلديهما إلى نزاع. حكومة جديدة في لبنان من غير سياسيين بعد عام من الفراغ. وإنجاز بناء خط الأنابيب الروسي الألماني المثير للجدل نورد ستريم 2. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.